والله يا صاحبي النهارده كان في جمدان، ومعلش بقى اللي انا مش طالع بتيشيرت برشلونة النهارده عشان فاهم في الغسيل. والواحد يعني كده عايز يتكلم معاكم على الاداء اللي حصل النهارده والجمال اللي حصل النهارده وكمية الكور اللي ضاعت النهارده. بصراحة يعني انا ما اكذبش عليك، انا استغربت من الفرص اللي ضاعت، ومن الفرص اللي جت، ومن الفرص اللي كانت المفروض لو ما جاتش وخلص الماتش تعادل ما تعرفش هو الدنيا تكون ماشية ازاي. بالرغم ان انت يعني في مشاكل حصلت في الماتش النهارده، وفي مشاكل بره الملعب، ويعني يشاء الخير يعني فاهم اللي يجيب لك الثلاث نقاط سيرجيو راموس. برغم الراجل كان عامل ماتش حلو بصراحه، وانا استغربت اللي هو الراجل طلع يعني عمل ماتش جامد، والكرة على دي بتغلط فيها، فما علينا. مش مهم كده كده الواحد بيبقى مبسوط فاهم، عشان انت ايه، ده غريمك السابق وهو غريمك حاليا، بس انت عامه يعني بيكون الفريق متغير. النقطة برضو اللي انا قبل ما ابدأ بيها دي، اللي انت الاداء وحوار اصابة رافينيا يعني بيقول لك احتمالية اللي هو ممكن يقعد شهر او بص لسه مش متأكدين، بس هو كان بين الشوطين بيقول لك كده. ومعلش اللي انا طالع متأخر عليك عشان الواحد يعني فاهم اتفرج على الماتش، ويعني فاهم جاله شوية كلكعة كده. فبص نكمل تمام، ويبقى لو بتتفرج على الفيديو اعمل لايك، ولو مش عايز تعمل برضو براحتك، يعني انا راجل ديمقراطي. الفيديو عجبك اعمل لايك يا معلم. بص يا معلم، النقطة بقى اللي احنا هنتكلم فيها في الاداء بتاع لعيبة برشلونة، الاداء جامد وكل حاجة، بس النقطة برضو في ايه يا معلم؟ الفينش هو اللي باين قوي، اللي هو لا رخم شوية. واللي عجبني كمان اكتر حاجة الفرقة كلها بصراحة، ما حسيتش فيه نقطة ضعف كتير، بس اللي كان عجبني اكتر كان المفروض يستاهل الواد جافي حاسس اللي هو مركز في الملعب، مش اللي هو ايه بيتعامل بنظام اللي هو الغشامة وضرب وزعيق ومش عارف ايه وبتاع. لا لا، الراجل عجبني النهاردة، والراجل اداء كويس وكل حاجة. نتكلم بقى في نقطة اللي هي قبل الماتش بنص ساعة يقول لك رفع بوست كده اشبيليا طلع لها قرار، يعني اللي هي بتتكلم على قرار على حوار نيجريرا، وعلى نقطة اللي هو ازاي الفرقة فاهمني تعمل مش عارف يعني ازاي النادي اصلا بيركز. فبرشلونة قال لك ايه يا معلم، انا هعمل مقاطعة مع مين؟ مع اشبيليا. هو حقه الراجل، انت بتتهمه وبتاع. انا وبصراحة كمان التصريح اللي قبل بيوم بتاع اشبيليا اللي تشافي قال لك انا من ساعة ما بدأت من 98 اما كنت بلعب لحد 2015 انا ما شفتش فيه محاباة من الحكم، وما شفتش اي مشاكل يعني كانت بتحصل تأدي لك اللي فعلا برشلونة بيحصل بيتظلم. الناس اللي بتتهمك بقى في حوار برشلونة والناس عمالة تقلل وتقول لك لا فعلا ظلم وبتاع، لو انت هتحسبها لا في نوادي برضو يعني جت الدوري ليها كده 2017 ما قلتش للريال لا يستحقها الريال، بس انت كان في كور او اجوان كانت المفروض تتحسب لبرشلونة في 2017 ويقولوا لك قواعد مالي نظيف والشغل ده. ومعرفش المشاكل اصلا بقت كتير. وحتى برضه انا مبسوط النهارده باداء لعيبه برشلونة عشان ما حطتش دماغها في حوار المشاكل وبتاع. برضه انا اعذرهم، ما انت حط في دماغك برضه اعذرهم، اللي انت واحد بيفكر في نقطة يا معلم اللي انت لا ده في مشاكل، ده في مش عارف ايه. طب انا في النادي ليه؟ سهلة يعني فاهم. النقطة برضو اللي احنا بندردش فيها اللي هي الواحد مش عارف برشلونة داخل على ايه، وفعلا برشلونة عمل كده. انتوا يا جدعان يعني اللي بيتفرج على الماتش هو عارف، ما اعتقدش اللي بيبقى فيه محاباة، وما اعتقدش اللي ده، انا حاسسها اللي هي مزاولة، بس مزاولة ورخامة على الفاضي. بس هي بس النقطة اللي انت بتتكلم فيها في الناحية لازم يعني اللعيبة تطرق من دماغها في حوار المشاكل دي، وهي فعلا مطرقة دماغها وباين بأداء في المطوشة وعجبنا النهاردة. بس الفينش هي بس نقطة اللي هي مش كل الكور هتكون ماشية معاك، ومش كل الدنيا مش كل يوم هتكون الدنيا ماشية معاك. حتى انت لو تاخد بالك النهاردة الحكم راجل يعني فاهم لا مش بيتلكك بالظبط. مشاكل اللي بتحصل اصلا في اسبانيا مقرفه، واصلا انت فاهم عامه اسبانيا مقرفه اصلا، والواحد بيزهق اصلا لما بيتكلم عليها. بس للاسف اللي انت فاهم الواحد بيشجع نادي بيحبه فاهمني من صغره بسبب ايه؟ مشكله يعني مضطر اللي هو ايه فاهم يتحمل المشاكل دي ويفضل يتكلم عليها وبتاع. النقطه التانية اللي مشكله نجريرا اللي احنا اتكلمنا عليها، فممكن يعني كده اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت
واقول لك على المشاكل يعني وبتاع يا معلم. كده في قنوات، يعني في قنوات تانية فاهم، لو انت ما فهمتش مني في كتير قوي عشان تفهم قضية نكرير، بس مش هينفع اطول فيها النهارده عشان هي عايزه حوار، عشان في حاجات جديده يا صاحبي. والحاجات الجديده لو في حاجات جديده هنزل الفيديو، لو ما فيش حاجات جديده هسيب لك اللينك يا معلم وتتفرج عليه. النقطه اللي هي بتاعت، معلش بس اللي انا ما بتكلمش عن الماتش كتير، عشان الماتش انا قلت لك الماتش زي ما بقول لك ضيعت فرص كتير من ليفاندوفسكي ومن فران توريس وجواو فيليكس في الدقيقه 22. تمام. لا يعني انا مبسوط وفاهم، بس انا طالع عشان ادردش شويه. نقطه برضو، لو تفتكروا الراجل بتاع الاتحاد اللي هو اكيد انتوا عارفينه برضو، اللي هو اسمه ايه يا رب مش فاكر، بس هو بتاع الاتحاد الاسباني بتاع السيدات، اللي هو منتخب الاسباني خد بتاع السيدات، خد كاس عالم، والراجل قاعد يبوس في البنات ويبوس دي مش عارف من من بقها اللي انا بقوله ده من بقها ومش عارف ايه. الراجل اتطرد، وبيقول لك المشكله دي مع نيجريرا، بيقول لك نسبه اصلا القواضي اللي معديه ل 20% هي نيجريرا، اللي هي مسوحه. مش برشلونه بس برشلونه هي الوحيده اللي هي طالعه في الوش. وبيقول لك لو هو الحكم صدر على برشلونه مش لصالح برشلونه، انت ممكن هينزل درجه ثانيه وهيمشي من هيتسحب من دور الابطال. كل المشاكل دي بتأثر على اللعيبة، وبرضه انا اعذرها، لكن انا شايف اللي هي مركزة وتشافي عامل حالة اللي هو ايه، فاصل المشاكل اللي بره بمشاكل اللي جوه. حتى برضه انت فاهم اللعيبة حقها. هقول لك ليه اللي حقها، عشان انت بتتكلم في نقطة اللي هو ايه، مثلا عقد بتاع جندوجان انا اتكلمت فيه قبل كده، اما انا ايه في حلقة اسمها هتمشي ليه يا اسطى، اسمها كده هتمشي ليه يا اسطى. قال لك العقد لو هو بقاله اسبوع ما عملش التسجيل في الليجا اللي هو يتأيد يعني وكده تمام، هيمشي وهياخد المرتب بتاعه في نفس السنة اللي متفق فيه مع برشلونة وتمام. انت بقى بتتكلم بقى في نقطة اللي هي ايه، طب يا جماعة انتوا في ايه القرف ده كله، انا ليه ازعج دماغي بالنوش ده والقرف ده؟ انتوا تعرفش المشاكل دي ماشية ازاي، وبرشلونة رايحة على 2000 وبس. ده اللي طلع اتكلم فيه بصراحة، ومعلش يعني انا طلع من الواحد متبهدل يعني مش قرفان، تعبان يعني، الراجل تعبان والحمد لله اللي هي جت على قد كده في اداء برشلونة، والمشاكل اللي جاية تمام. والواحد مبسوط برضو بالايرادات اللي بتطلع من برشلونة، واللي هي عاملة مش عارف 304 مليون يورو، فلا كده مبسوط وخير خير ان شاء الله. ويا رب يعني يكون اداء برشلونة كده يكون كويس لاخر السنة، هيكون في حتة كويس تمام. بكرة ان شاء الله، ولا اقول لك بلاش اقول لك، عشان كل ما بقول لك حاجة فاهمني بحس ان انا بطلع متأخر او كده، فيلا سلام.